مساء الخير، اهلا بيكم. دلوقتي هنحل مع بعض التقييم الاسبوعي للاسبوع الثاني الصف الاول الاعدادي لغه انجليزيه. اول حاجه بيبقى في عندنا نوعين من الاسئله. في عندي read and write the correct form، وعندي paragraph. اول حاجه، اول سؤال في تقييم الجروب، عندنا ثلاث جروب، 3 جروبس يعني. اول جروب معانا ممكن يحل الاسئله دي. Number one, they often plant flowers in their garden last vacation. فهنا أول حاجة لازم نبقى عارفين إن الجملة هنا في الباست سيمبل، فهتبقى المفروض هنا إيه؟ plant، بدل plant تبقى إيه؟ planted. planted نضيف لها ed. Number two, I never made my bed in the morning. I like it clean. هنا طبعا بتكلم في حاجه في السنتاكس يعني معنى الجمله. انا هنا عندي I like it clean، يعني انا بحبه ان هو يكون نظيف ومترتب. فهل معناها ان انا I never made my bed، يعني مش بنظف سريري in the morning؟ طبعا لا، المفروض تبقى ايه؟ I always made my bed in the morning. ليه؟ لان الجمله الثانيه بتقول I like it clean. Number three, Noor ever wore sunglasses. She didn't walk in the hot sun. أول حاجة هنا she didn't walk in the hot sun، يعني هي مش بتمشي في الشمس، يبقى معناها إن هي إيه؟ She never wore sunglasses. She never، يبقى إيه؟ نور never، مش ever. نور never wore sunglasses. طبعا الباراجرافز بتاعنا بيقول لنا اكتب باراجراف عن سبورتس ستار. هنشوف كده باراجراف دلوقتي عن سبورتس ستار. هنتكلم عن هنا جودة. طبعا تقدر تعدل وتغير براحتك في الباراجراف دي، مش مشكلة. هنا جودة is one of Egypt's youngest sports star. واحدة يعتبر أصغر واحدة في السبورتس ستار. She is a champion in table tennis، في تنس الطاولة، and has won many competitions، وفازت في competitions كتيرة جدا at a very young age، في سن صغير. طبعا الجمل دي انت شايفها ممكن تكون كبيرة شوية عليك على حسب مستواك. ممكن تختصر الجمل دي خالص عادي، يعني ممكن تكتب she is a champion in table tennis بس من غير اي حاجة تانية. ممكن تعمل جملة تانية خالص، انت عايز 4 جمل، ممكن تعمل جملة تانية من دي وتقول ايه؟ she won many competitions at a very young age. دي جملة تانية. Her determination and hard work made her role model for young athletes. Hannah always tries her best to achieve new victories in every tournament she plays. طبعا في كلمات ممكن تبقى صعبة عليك زي ما احنا بنقول، على حسب مستواك تقدر تتعلم الحاجات دي، او ممكن تختصر الجمل، تكتب كل جملة حوالي 4 أو 5 كلمات فقط وتكون ليها معنى. كل اللي انت عايزه 4 جمل بس. تمام. تعال نشوف الجروب بي بقى. جروب بي عندي في برضو اختبار تاني، جروب تاني. طبعا كل واحد في الكلاس هيجي له واحد مختلف. Read and write the correct form of the word between brackets. Muhammad usually wore a hat when it sunny. طبعا هنا نخلي بالنا من زمن الجمله. هنا وور معناها هنا في الباست، في الباست. when it طبعا فيرب تو بي في الباست بتبقى ايه؟ was او were. طبعا عشان عندنا it هنا يبقى it was when it was ايه؟ when it was sunny. Number two, you hardly never played sports. You hardly يعني بالكاد played sports، يعني هنا نيفر، هنا في شغل سنتاكس مش جرامر. فهنا انا بقول ايه؟ you hardly ever played. you hardly ever played يعني انت بالكاد كنت بتلعب سبورتس. you hardly ever. طيب نمبر 3، how often او how often الاثنين صح. space do your mother make cakes last summer. هنا برضو الجرامر مهم في الجمله دي، ان انا بتكلم في الباست سيمبل. how often طبعا how often ايه؟ how often did your mother make cakes last summer. how often did your mother. طيب
طيب هنا الباراجراف بعد كده عن ايه؟ بيقول لنا ذا تمبل اوف ادفو، عن معبد ادفو. عايزين باراجراف عن معبد ادفو، هنكتب فيه 4 sentences. تعال نشوف اكزامبل برضو. هنا عندنا the temple of Edfu is one of the best preserved ancient temples in Egypt. ممكن اقول the temple of Edfu is one of the best ancient temples in Egypt. هنا preserved يعني محمي او لسه عايش، يعني ممكن ما اكتبهاش لو هي كلمه صعبه بالنسبه لي. It was dedicated to the falcon god Horus and is located on the west bank of the Nile in Edfu. ممكن اختصر برضو الجمله دي واقول ايه؟ it was located on the west bank of the Nile in Edfu. The temple was built during the Ptolemaic period، يعني اللي هو العصر البطلمي أو بطليموس between 237 and 57 BCE قبل الميلاد. Visitors today can explore its large courtyards and impressive. فهنا زي ما بنقول كده، لو لقينا كلمات صعبة في الجملة دي بنختصرها خالص، بنكتب جمل بسيطة، مفيش أي مشكلة خالص. لكن ده طبعا باراجراف بروفيشنال شوية، في طبعا يعني كلام تقيل شوية، ما فيهوش مشكلة، مفيش مشكلة إن احنا نتعلمه ونعرفه، ومفيش مشكلة برضو إن احنا نبسط الجملة شوية وناخد على قد ما نقدر يعني منه. طيب خلينا نشوف الجروب سي معانا. عندي جروب سي برضو. Read and correct. I help always my mom with the housework. طبعا هتبقى ايه؟ I always help my mom with the housework. هنا جملة مهمة جدا. How space many did you do something to help your community؟ رد الإجابة بتاعت السؤال كان بيقول always. فهنا طالما في always يبقى هنا بيتكلم على حاجة عدد المرات او عدد التكرار. يبقى how many، اقول how many did you do something ولا how ايه؟ طبعا how many times did you do something to help your community. بتعمل كم مرة عملت حاجة عشان تساعد الكوميونتي او المجتمع بتاعك. Number 3 she never play the piano in the past. طبعا in the past عندي هنا في الباست، يبقى she never ايه؟ she never play. عايز باراجراف برضو عن your summer vacation، ده سهل شوية. your summer vacation عندنا هنا ادي باراجراف اهو. ممكن اقول during my summer vacation I visited the beach with my family. We spent our days swimming in the sea and enjoying the sun. برضو بقول تاني وبكرر ان انت تقدر تختصر we spent our days swimming in the sea بس، مش لازم تقول and enjoying the sun لو انت عايز، على حسب مستواك زي ما بقول. I also met new friends and played many fun games with them. It was a relaxing and memorable vacation. Memorable vacation يعني vacation لا تنسى، فيها ذكريات يعني that I will never forget. تمام. بكده نكون خلصنا التقييم بتاع الاسبوع الثاني. اشوفكم ان شاء الله على خير في الاسبوع الثاني.